مصر يا حضارة الأجداد، حضارة من زمان ولها امتداد. اكتشفت علوم في كل المجالات وأمور ما وصلت لهاش أذهان. العلماء احتاروا في فك رموزك، أما علمائك فكانوا كنوزك. لغة عجيبة وإزاي ابتكروها، وعلى الجدران إزاي حفروها. ومنين صنعتي للموسيقى آلات، وإزاي تناغمت الآلات في نغمات؟ هل كان في نوتة موسيقية أبدعت بها أروع السيمفونيات؟ وعرفت إزاي غزل الخيطان، وعملت نسيج من الكتان، ومن الكتان عملت هدوم أدق ما صنعت يد إنسان. رسومك لها طبع خاص اتعلموه منك فنانين، ورسمتي على برديات من نبات ينمو على النيل. ويا عجبي على العملات، ما كنتش اتصورها في زمن الفراعين، شفتها على كل المقاسات من المعدن من آلاف السنين. مين علمك طحن الحبوب وتحويل القمح لدقيق؟ يا مصر حيرتي الشعوب في نظامك الدقيق. لك في الفلك والرياضيات يا مصر أعظم اكتشافات، والطب في عهد الأسرات غلب دول وحضارات. إزاي عرفتي علم التحنيط؟ وعلى أي أساس حنطتي الأجساد؟ قوليلي إزاي ملوكك بالذات فضلوا بأجسادهم بدل السنة ألفات؟ لما فحصوها علماء الآثار المخ شرد والعقل احتار. ازاي ملكة من آلاف السنين شعرها ثابت زي الأوتار؟ قوليلي ازاي بنيت الأهرامات، وازاي ظبطوا مهندسيكي أبعاد الحجرات، ووصلت ازاي للحياة بعد الممات؟ مين فهمك حكمة الخلود؟ وفي يوم تاريخي بالذات بعد آلاف السنوات نسمع حكاية مومياوات كانوا ملوك من زمن فات. في متحف الحضارات اللي تم تأسيسه بأعلى التقنيات، وفي موكب عظيم لأجل تكريم
ملوك حضارتنا حضارة المصريين تم نقل 22 مومياء في حفل مهيب وبكل بهاء شهده العالم في جميع الأنحاء، وانبهر بحضارة القدماء. أحمس نفرتاري الملكة القوية أخذت لقب قائدة عسكرية لما ساعدت جوزها في طرد الغزاة، حاجة تشرف المرأة المصرية. تحتمس الرابع بنى سفينة أمون واتجوز نفرتاري أول زوجة ملكية لفرعون سكننرع حارب الهكسوس. وستي الأول بنى معبد أبيدوس. أول ملكة كانت حتشبسوت، حكمت مصر بقوة وجبروت. والملكة دي من أحكم الملكات. وميرة أمون أعجب الملكات. دي نبذة بسيطة حكيناها عن بعض المومياوات اللي من أكتر من 7000 سنة كانوا ملوك وملكات، دلوقتي لهم مكان في متحف الحضارات، فخر عمل المصري المعاصر في إحياء تاريخ الأجداد.